ده ما النهارده هتكلم عن الاهلي مش عن المنتخب. احنا المنتخب اتفرجنا عليهم 100 فل و10. ما هي نفس اللعيبه. ما هو زيزو ده اللي بيروح وبيرفع وبيهاجم ويدافع، هو نفسه مروان، هي نفس لعيبه الاهلي. هو ياسر العيب في النظام على راي الاسطوره يعني. تمام. هو ده تجيب حسام حسن زي يستروب. انا ما بتكلمش على الكواليتي الفني بقى، وانه نتكلم دلوقتي حسام حسن هو اعلى واحد ولا مش اعلى واحد. اي واحد مصر احسن من يستروب. احنا بنقول يا جماعه غيروا المدرب مش غيروا اللعيبه، ما هي نفس الكواليتي. وانا عند رايي هو ده الكواليتي بتاع مصر، هو ده كواليتي زيزو زي ما هو ما اتغيرش، هو تريزيجيه، هو ده الكواليتي الموجود. هم دول احسن لعيبه موجودين، مش احسن لعيبه في العالم بس احسن لعيبه موجودين في الدوري المصري. هم لو جبت لهم مدرب مصري هو اللي هيطلع منهم الشغل ده والحماس، ويلا يا رجاله. عارف ان في حد بيزعق بره، اما احنا جايبين واحد يا جماعه يتكلم بالشوكه وبالسكينه. يعني ده اسوأ ماتش عدى على محمود الخطيب، ما عداش علينا احنا كاهلاويه. ده اسوأ ماتش عدى على محمود الخطيب السنه دي، اللي كشف الدنيا كده. انت جايب راجل على الله حكايته بيمسكوا فرقه بمليار جنيه زي ما بنقول عشان الناتج اونطه. يا باشا المدرب المصري علي ماهر، حسام البدري، حسام حسن، اي واحد احسن من يستروب، لان ده اصلا مش مدرب، ده مش كواليتي مدرب. فطبعا المنتخب النهارده عالمي، بتكسب الكره السعوديه اللي فيها تطور معاها هيرفي رينار. فانت النهارده بس بشويه حماس على الخط وشويه تكتيكات كويسه معقوله يا باشا عديت 4-0. وده بالمناسبه اللاعب المصري احسن لاعب هتطلع منه الامكانيات بالحماس. احنا بس منفضين، ولازم هي التجربه الاجنبيه، ولازم واحد يقبض بالدولار عشان نقتنع. لو جبنا واحد مصري عمل الكلام ده مش بنقتنع. هي عقده الخواجه دي عليا النعمه هنعيش وهنموت بيها كمصريين يعني. يا عم نجيب من بكره حسام البدري وننقذ ما يمكن انقاذه يعني. بلا فايلر بلا بتاع، احنا مش وقت تجارب تاني. حتى لو فايلر حلو يا سيدي، ما هو اللي سابني وخلع مثلا. ولا اجيب بقى مدرسه انا هنديه بالتوابل. ربنا يسترها بقى ونلحق اي حاجه في الموسم عشان الاهلي مش مطمن. مع ان الواحد النهارده المفروض ما يتكلمش عن الاهلي، بس اداء لعيبه الاهلي هي اللي خلت الواحد يتكلم عن الاهلي.